الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. أحمدك ربي وأستعين بك وأتوكل عليك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وخليلنا وعظيمنا محمد بن عبد الله رسول الله ومصطفاه، الذي نزل عليه القرآن في شهر رمضان. هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب، أيها البعيد المغترب، صل عليه واقترب، تجد وجها بالجمال وسيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المصطفى المبارك، وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. أيها الجمع الكريم، بارك الله فيكم وجعل خطواتكم إلى الجنة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يبارك في عمر الأستاذ صديق، وأن يجعل عمله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، أن يبارك له في عمره مع حسن العمل، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. في هذا اليوم المبارك وفي هذا الاحتفال المبارك يشكر السادة القائمين عليه جميعا، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى ذلك في ميزان حسناتهم. أحبتي في الله، بعد ساعات قليلة نستقبل شهرا طيبا مباركا، هو شهر القرآن، هو شهر رمضان المبارك. من الواجب علينا أن نستقبله بأمور. كيف نستقبل شهر رمضان المبارك؟ ساعات قليلة ويأتي علينا هذا الشهر ونستقبل هلال هذا الشهر. سئل سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيسألوا إزاي كيف كنتم تستقبلون شهر رمضان؟ فقال رضي الله عنه: ما كان أحدنا يجرؤ أن يستقبل الهلال، أي هلال شهر رمضان المبارك، وفي قلبه مثقال ذرة حقد لأحد من المسلمين. وكفى. لا يجرؤ أحدنا أن يكون في قلبه
مثقال ذرة حقد لأحد من المسلمين، يبقى علينا أولا بتنقية القلوب وتصفيتها من الأحقاد والضغائن والغل والحقد والحسد وغير ذلك. تنقية القلوب والصدور، لأن هذا ينفع الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى في محكم كتابه. تنقية القلوب والصدور من الغل والحقد والحسد والضغينة، والرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه بالاستغفار والتوبة الصادقة لله عز وجل، وأن نجدد عهدنا مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بأننا سنستغل هذا الشهر في الطاعات وفي القربات لله سبحانه وتعالى. احنا لنا 11 شهر 11 شهر واحنا مغموسين في الذنوب والآثام والمعاصي والبغضاء، فعايزين بقى الشهر ده يكون بقى إن شاء الله يعني عهد جديد مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اعلم أخي واعلم أختي أن الإنسان منا عندما يقع في معصية أو في ذنب أو في إثم فإنه ينكت في قلبه نكتة سوداء، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، أي محيت هذه النقطة السوداء بسبب الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فإن تاب واستغفر ونزع أي ابتعد عن هذا الذنب وعن هذه المعصية ثقل قلبه، محيت هذه النقطة السوداء. وإن عاد رجع للذنب ثاني زيد فيها حتى تعلو قلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: وذلك الران الذي في قول الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الإنسان مننا لما بيحب يبني بيت وعنده قطعة أرض، وعلى هذه القطعة من الأرض القاذورات والمهملات، عليه أن ينظفها أولا قبل أن يتم البناء. لكن لو بنى عليها وهي فيها القذارة وفيها المهملات وفيها هذه الأشياء، لا شك أن الأساس بتاعها سيكون ضعيف فإذا بنى عليها فلا شك أن السقف سيقع على من تحته. لكن لو بناها على أساس متين إن شاء الله هيكون البنيان متين متماسك ومترابط. كذلك علينا أن ندخل إلى هذا الشهر المبارك وإحنا بقى يعني قلوبنا عامرة وتقية ونقية بذكر الله عز وجل وبالتوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأعمال التي يجب علينا أن نستقبل بها شهر رمضان إصلاح ذات البين، صلاح ذات البين. ما يكونش بينك وبين جارك شحناء حقد ضغينة، ما يكونش بينك وبين أخوك شحناء حقد ضغينة، ما يكونش بينك وبين أختك أو بينك وبين أختك أي شحناء. أي حد من المسلمين ما يكونش بينك وبينه شحناء ولا حقد، ولا غير المسلمين كذلك. هذا ما أمرنا به النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى الشحناء والضغينة والحقد اركنهم على جنب دولة،
وخلي نيتك خالصة وقلبك لله عز وجل. يبقى إصلاح ذات البين كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: خير عمل يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل، أفضل من الصلاة وأفضل من الصيام وأفضل من الصدقات التقرب إلى الله عز وجل بإصلاح ذات البين. الصيام اللي هي النوافل أو التطوع، والصيام كذلك والصدقة كذلك. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا أخبركم، والحديث صحيح، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ ألا أدلكم على شيء أفضل من الصلاة والصدقة والصيام اللي هي التقرب إلى الله عز وجل بهذه النوافل مش الفرائض؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. لا أقول تحلق الشعر ولكن إيه؟ تحلق الدين. يبقى هي بتجي على أعمالك اللي هي فساد ذات البين، بتجي على أعمالك التي عملتها وتجعلها هباء منثورا. ودليل ذلك أنه ذكر لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم امرأة صوامة قوامة متصدقة تفعل الخير كثيرا إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. اللسان بالسب تشتم في الجيران، فما حالها يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: هي في النار. يا الله، هي في النار. طب فين صلاتها؟ فين صيامها؟ فين صدقتها؟ لأن الدين المعاملة، أخلاق حسنة، سلوك طيب، معاملة طيبة مع الجيران ومع غير الجيران. طيب يا رسول الله، امرأة تصوم شهرها وتصلي فرضها وتتصدق بالقليل، فما حالها يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. يبقى اثنين: إصلاح ذات البين كما أمرنا وحثنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك دخل علينا شهر رمضان، بقى ما يبقاش شهر كسل ووخم وايه ونوم طول النهار في الصيام وسهر طول الليل بقى على ايه؟ على الفيس والنت والكلام، بقى ايه؟ الكلام الفاضي والمواقع التي لا يحبها الله عز وجل ولا يحبها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول واحد لما يجي يقول له: يا عمنا، تلاقيه كده وجهه كئيب عبوس، مش مستحمل حد ايه يكلمه. يقول انا صايم. اللي هو الصيام امرنا بكده. كان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم واصحابه فرسان بالنهار رهبان بالليل. فرسان بالنهار في الصيام وفي غير الصيام. كان صلى الله عليه وسلم فارس صلى الله عليه وسلم واصحابه كذلك فرسان بالنهار في قضاء حوائجهم وأعمالهم ومصالحهم في رمضان وفي غير رمضان. أما بالليل فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الليل ده رب العالمين سبحانه وتعالى شوية نوم كده قليل يا دوب كده اللي ايه يسندهم ويقويهم على ايه؟ القيام. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يبقى مش يخش علينا بقى شهر رمضان وناخده بقى ايه في الكسل والوخم. لا، لابد من العمل والاجتهاد والطاعة في هذا الشهر المبارك لكي يتقبلنا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يهل علينا هلال هذا الشهر المبارك ونحن في خير وصحة وسعادة. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم يا رب أهله علينا ونحن غير فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مطرودين ولا محرومين. آمين يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهل علينا هذا الشهر ونحن في أحسن حال
وعلى أحسن حال وفي صحة وعافية، وأن يرفع عنا البلاء والغلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء. اللهم انتقم ممن عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. توفنا اللهم مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر فضيلة مولانا الأستاذ عبد الرحمن.